يا هلا والله وسهلا بالجميع، مساكم الله بالخير. راح اسوي الحين معاكم كيكة البر والحليب الكرك او شاي الكرك باذن الله سبحانه وتعالى. لمقادير كيكة البر عندي كوبين دقيق اسمر وكوب موية دافي وبيالة زيت وثلاث ملاعق طعام حليب بودرة، وايضا سلمكم الله ملعقة طعام يعني مش مليانة خميرة، وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر. أعيدها سريع: كوبين دقيق أسمر، كوب مية دافي، بيالة زيت، ثلاث ملاعق كبيرة حليب نيدو، ملعقة طعام خميرة وملعقة صغيرة ملح وسكر. بمعنى هذا السمن يكون يعني كل موسم ربيع تكون أهل البادية واللي عندهم حلال يسوونه ويبيعونه، فلذلك طعمه جدا طيب، وكثير ناس يعني يعرفون منين يجيبونه ويحرصون على أنهم يقتنونه كل موسم ربيع ويحافظونه بالفريزر عندهم. اللي راح أسويه إني راح أضيف نصف الكوب، أحطه هنا نصف الكوب فقط، وأضيف الخميرة والسكر والملح، وأضيف بيالة الزيت والحليب النيبي. ميزتها إنها ما فيها تعب، سريع سريع، وأحرك كويس. فأتأكد إنهم تماما ذابوا، بعدين أبدأ أضيف دقيق البر بالتدريج مع النصف الكوب الموية المتبقي بالتدريج. مثل ما تشوفون العجينة زي كذا، فأنا احتجت أضيف تقريبا نصف كوب موية إضافي، فالكوبين دقيق البر أخذوا معي كوب ونص موية. فأنا نوع الدقيق اللي عندي صراحة احتجت أضيف نصف كوب موية على أساس أحصل زي كذا، فكوبين الدقيق يحتاجوا كوب ونصف موية. بعد ما دهنت الصينية كويس صب الخليط، ناخذ شوي بيدينا موية ونضغط. وهذا السمن حطها بالنص، خلاص. سمسم، حبة بركة، سمسم محمص أو عادي ما في مشكلة، ونبدأ نوزع. طبعا سلامكم الله، الحين هي جاهزة. أنا راح أدخل السمن مع الخليط، أبيه يطبخ على النار تحت. فبسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله. هتكون الحرارة السفلية، راح أتابعها يعني ما أعرف كم راح تاخذ من الوقت، لكن الحرارة 180 سفلية أول شيء وبعدين أحمرها. طبعا بالنسبة للصينية هذه ترى هذه المقاس الكبير، واحتجت كوبين دقيق لها. ممكن اللي بيحط بالصينية الوسط بيحتاج كوب واحد وكوب موية بس. فهذه الصينية لو عندكم مثلا ثلاث مقاسات فهذه تعتبر من المقاس الكبير.
مثل ما وريتكم المقادير، صح نسيت اقول لكم 3 علبة حليب بني سائل. راح اوريكم شلون اسوي الكرك الحين باذن الله. فعشان يطلع معاكم الكرك مضبوط، اول شيء يكون الشاهي فرط ناعم كبوس حلو، هذا اهم شيء. والكرك الاصيل المعروف، يعني خاصة اللي عند اهل قطر ما يستخدمون قرفة، يستخدمون الهيل والقرنفل. نجاح الكرك هو أول شيء إنه نحط السكر والشاي الناعم مع كمية الماء ونخليهم يطبخون بشكل جيد لمدة 5 دقائق. من الأفضل إنكم تسوون الكرك بإبريق مكشوف اللي هو حق الحليب، هذا أفضل شيء طبعا، واللي ما عنده استخدم الإبريق العادي. راح أضيف لتر موية، نضيف تقريبا 3 ملاعق كبيرة إلى 4 سكر. يعني في ناس تشوف شوي واللي حاب يزيد يعني عادي جدا. هذه سلمكم الله 3 ملاعق صغيرة شاهي فرط ناعم كبوس راح أضيفهم. فأضفت الشاهي الفرط الحين وأخليه يطبخ. المهم لازم تتركون مساحة للحليب على أساس تضيفونه بعدين بالأخير. ضروري يطبخ مثل كذا، لازم تكون نار عالية عليه. خروج الفقاعات زي كذا هو نجاح الكرك، وهو اللي يخلي طعمه جدا مجنون. لازم ترفعون النار عادي جدا. فعشان أوريكم ايش قد النار تكون مهمة عالية، شوف أنا قلت العين الوسط ورافع عليه. فهنا ميزة القدر المكشوف إنه يخليه يطبخ على راحته. بينما باستخدام القدر العادي، الابريق العادي اللي هو ابريق الشاي، ما راح يطبخ زي كذا، صعب هيطفى عليكم من حرارة الغاز. بعد 5 دقائق اضيف الهيل واضيف المسمار. فالان اخذ لي دقيقتين الى 3 دقائق خليت الهيل يطبخ فيه. فالان بالتدريج اضيف الحليب علبة علبة. طبعا باضافة الحليب انتم تتحكمون بلون الكرك، في ناس تحبه فاتح، في ناس تحب الغامق، فالامر يرجع لكم طبعا. مثل ما تشوفون شوية جوز الطيب بيد يعني حطيت، وقفشة زعفران براس الإصبع. لما يكون الشاي الكبوس الناعم يلزق هنا فمعناه انه الشاي انطبخ كويس، وهذه علامة جدا رائعة. وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. وهذه كيكة البر جدا هشة، لو تشوفوا من جوا شوفوا كيف اضغطها على طول تطلع معكم بالاصبع واليد. فهذه الكيكة تخلي الناس تجتمع حواليها، ياخذون باليدين ويغمسون بالسمن والعسل. طبعا طلعتها وحطيت العسل على طول هنا. طبعا اللي حساسين من الموضوع ان الناس تاخذ بيدينها وتغمس هنا، بامكانهم ياخذون بالشوكة ويقطعون يضبطون امورهم ويغمسون تغميس عادي. شايفينها من بعيد، هذه كيكة البر. راح انزل لكم الوصفة، واتمنى يا رب انها تكون اعجبتكم ونالت على رضاكم. تصبحون على خير.